السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس كيكون عندهم واحد المشكل ملي كيوصلوا مطار ديال تركيا، يعني مطارات ديال تركيا بحال مثلا مطار ديال اسطنبول صبيحة غوكجين. كيكون عندهم واحد المشكل اللي هو المشكل ديال الانترنت. كتخصهم الانترنت باش انهم يتواصلوا مع داك الشخص اللي غيمشيو عنده لتركيا، او اللي يتواصلوا مع مالين الدار يقول لهم حنا راه وصلنا بخير وعلى خير. المهم كيكون عنده المشكل ديال الانترنت. كيقلب حتى كيعيا في المطار، كيقول لك اجي نشري البطاقة ديال كارت سيم في تركيا، يعني كيشريها في المطار، ولكن راه في المطار راه غاليه بزاف، كدير 350 درهم اللي كدير في المطار. دابا هذه 350 درهم على حسب الجيجا، ولكن 20 جيجا واقيلا، هذه 20 جيجا 350 درهم. يعني كتكون مضطر باش انك تشري البطاقه ديال كارت السيم في المطار. وراه تقول لي دابا واش في المطارات ديال تركيا ما فيهمش الويفي؟ في المطارات ديال تركيا فيهم الويفي فابور. راه اللي جا مشى للمطار ديال المطارات ديال تركيا تلقى في واحد البلاصه مكتوب فيهم مطار، مكتوب فيهم ويفي فابور. ولكن باش تاخذ داك الويفي فابور خصك اصلا تكون عندك البطاقه ديال كارت السيم، حيت كيطلبوا منك انك تدخل النمره ديال التليفون ديالك باش يصيفطوا لك واحد الكود. واش فهمتي؟ يعني المهم كيضحكوا عليك وصافي، كيضحكوا عليك وصافي. وانا في هذا الفيديو انا عندك بزاف ديال الطرق اللي خاصك تطبقهم باش تلقى الويفي، يعني باش توصل لتركيا يكون عندك الويفي. ماشي غير تركيا، بزاف ديال الدول غتوصلهم يكون عندك الويفي. المهم عندك بزاف ديال الطرق اللي خاصك تطبقهم في هذه القضيه ديال الانترنت، باش ما تحمساش بهذا المصطلح المغربي في الانترنت ملي توصل لاي مطار في العالم، يعني ماشي المطار ديال تركيا. انا هضر لك على البطاقه ديال كارت سيم والبطاقه ديال ايوي او لا اورانج او اتصالات المغرب. المهم غنشرح لك كلشي عنده علاقه بالانترنت في هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو يكون عندهم الانترنت ملي غيوصلوا لتركيا بلا بطاقه، بلا كارت السيم، يعني بلا كارت السيم لا اورانج لا انوي لا ديال تركيا، بلا كارت السيم، يعني بلا كارت السيم. كاين واحد التطبيق اللي غنخلي لكم الرابط ديال الفيس في هذا الفيديو. واحد التطبيق، داك التطبيق كتدخل فيه النمره ديالك وكتشري الباقه. كتشري او ملي كتدخل كتختار الدوله اللي غتمشي ليها. مثلا غدير تركيا، ملي كدير تركيا كدير الباقه اللي بغيتي، واش ديال المكالمات، واش ديال لاتريت، وكتشريها. ملي كتشريها كتخليها عندك. غير ملي كتوصل تركيا وكتطلق الانترنت كتخدم لك الانترنت. يعني هذا التطبيق، ولكن اسمع مني، هذا التطبيق خدام للناس باش تعرف، لان بزاف ديال الناس كيصحيو لهم واش هذا التطبيق واش ما خدامش. لا، هذا التطبيق خدام مع التليفونات اللي كيدعموا واحد الخاصيه اللي سميتها الاس ام. الاس ام يعني شريحه الكترونيه. الا كان التليفون ديالك كيدعم هذه الخاصيه ديال اس ام، الاس ام الا كيدعم هذا التليفون ديالك راه غيخدم لك هذه لابليكاسيون. يعني غتطلق الانترنت في اي دوله وصلتي ليها بالشريحه الالكترونيه. كتسمى شريحه الكترونيه، يعني التليفون ديالك اولا قبل ما تشري الباقه في هذا التطبيق اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في هذا الفيديو، خسير تاكد اولا واش التليفون ديالك كيدعم الخاصيه ديال الاس ام. دير غير في جوجل. اشنو غدير؟ غتمشي لجوجل وغدير التليفون ديالك، غدير الماركه ديال التليفون ديالك وغتقول لهم في جوجل واش هذا التليفون ديالي كيدعم الخاصيات الاس ام. الا كيدعمها عاد تشري ديك الباقه ديال تركيا. الا ما كيدعمهاش ما تشريهاش، لان ما غاديش تخدم لك باش مزيان. يعني انت التليفون ديالك الا كيدعم الخاصيه ديال الاس ام، اشنو غدير؟ غنخلي لك الرابط ديال واحد التطبيق في هذا الفيديو. غتدخل في النمره ديالك وغتختار الدوله اللي بغيتي، مثلا تركيا، وغتشري الباقه اللي بغيتي، واش ديال الانترنت واش ديال المكالمات، وكتشري كتخليها عندك. غير كتوصل تركيا كتطلق الكونيكسيون كيخدم لك الكونيكسيون. واش فهمتي؟ راه كتخص تقريبا غير واحد 5 دولار 7 دولار، يعني 70 درهم 50 درهم 100 درهم بحال هكا. وكنكون واقيلا الباقه ديال الشهر بحال هكا. المهم انت غنخليك التطبيق غتدخل غتكتشف التطبيق براسك. المهم دابا بالنسبه للناس اللي مع التليفونات ديالهم ما كيدعموش الشريحه الالكترونيه، بالنسبه للناس اللي ما كيدعموش التطبيق ديالهم الشريحه الالكترونيه، عندنا مثلا انت عندك لاكارت ديال انوي مثلا او لا اورانج او لا اتصالات المغرب. اشنو خاصك دير؟ خاصك تمشي مع عند لاجونس ديال، مثلا عندك انوي، غتمشي عند لاجونس ديال انوي وتقول لهم ودي بغيت نفعل الخاصيه ديال الرومينغ. كتسمى الرومينغ، عفوا كتسمى الرومينغ. هما غايقول لك شنو غدير باش تفعل لك الخاصيه ديال الرومينغ. الرومينغ هي واحد الخاصيه باش انك تخدم البطاقه ديالك خارج المغرب، يعني تكون انترناسيونال خارج المغرب. يعني عندك اتصالات، عندك اورانج، عندك انوي، غتمشي عند لاجونس ديالك، لاجونس ديال انوي ولا اورانج اتصالات المغرب، تقول لهم بغيت نفعل الخاصيه ديال الرومينغ. هما يقول لك اشنو غدير باش تفعل الخاصيه ديال الرومينغ.
ملي غتفعل الرومينغ ملي غتوصل لتركيا غتطلق الواي فاي الكونيكسيون غيخدم لك. ولكن من الاحسن تكون كتعرف يعني شي واحد هنا في المغرب يشارجي لك الا خوات لك مثلا التعبئه، هو اللي غيشارجي لك في المغرب، حيت ما تقدرش تشارجي. او الا عندك لابليكاسيون ديال سياش بونك غتشارجي لاكارت ديالك من لابليكاسيون ديال سياش بونك. يعني الطريقه الثانيه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الخاصيه ديال الاس ام، الاس ام يعني الطريقه الثانيه هي القضيه ديال الرومينغ. تبقوا الرومينغ في البطاقات ديال الهواتف ديالكم، تبقوا الخاصيه ديال الرومينغ. قلت لكم بالنسبه للواتساب، الواتساب هو راه كيخدم غير اكتيفي النمره في الواتساب وهرسها كاع، الواتساب غيخدم. يعني الواتساب ما عندوش علاقه بالبطاقه، يعني واخا تخرج من المغرب فين ما مشيتي الواتساب غيخدم. لان الواتساب هو كيخدم دائما بشرائح الكترونيه، يعني خاصك غير تطبق، غير تكونفيرمي النمره وحيد كاع النمره هرسها في غيخدم لك الواتساب. حيت ديجا جاني هذا السؤال، الواتساب غيخدم لك. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هذه القضيه ديال الرومينغ. اللي عنده شي سؤال يحطوا لي في التعليقات. دابا غنجيو بالنسبه للناس اللي بغاو هما لاكارت ديال تركيا، بغاو لاكارت ديال فودافون او لا توركسيل او لا المهم بزاف ديال شركات الاتصالات كاينين في تركيا. في المطار اخويا ما تشريهاش، لان في المطار دابا هذه مثلا في المطار كتسوى 350 درهم، فيها 20 جيجا من الانترنت وفيها مكالمات في ديال تركيا. باش تكون عارف المكالمات كيكونوا ديال تركيا ماشي خارج تركيا. يعني عاوتاني الا باغي دير مكالمات داخل خارج تركيا خاصك تشارجي عاوتاني التعبئه، وخاصك عاوتاني تمشي عند شي مول تليفون تقول لهم ودي بغيتك تفعل ليا هاد البطاقه باش تكون انترناسيونال. يعني هاد البطاقه ديال تركيا راه غير ديال تركيا ماشي دوليه، باش تكون في راسك. يعني ملي كتشري البطاقه ديال تركيا المهم ما تسيبهاش في المطار، شوفها خارج المطار. خارج المطار كدير 250 درهم 20 جيجا، داخل المطار كدير 350 درهم. كتكون غير ديال تركيا، يعني غتخدم لك غير في تركيا، غتخرج من تركيا مابقاش تخدم لك. يعني باش تخدم لك عاوتاني هذه البطاقه خارج تركيا كيخصك تمشي عند مول التليفونات وتعطيه النمره ديالك وتدفع واقيلا ب 400 ليره باش كيفعلوها، باش تفعلها تكون انترناسيونال تخدم لك في اي دوله في العالم مشيتي ليها. واش فهمتي؟ المهم هذه البطاقه جميع البطاقات ديال تركيا راه ماشي انترناسيونال، غير ديال تركيا. بحال مثلا حنا هذه ديال انوي ديال المغرب باش نفعلوها تكون انترناسيونال خصنا نديرو فيها الرومينغ. بحال هكا في تركيا حتى هما عندهم واحد الخاصيه اللي ما عرفت السميه ديالها كيدبقوها باش انهم تخدم لهم خارج تركيا. المهم هادو هما الطرق بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على يكونوا عندهم المشكل ديال الانترنت في تركيا او لا في خارج ماشي على تركيا، بزاف ديال الدول. ملي كتوصل مثلا لشي اي دوله، ماليزيا، اندونيسيا، اي دوله في العالم كتكون عندك مشكل الانترنت، من الاحسن نخلي لكم الرابط ديال التطبيق في اسفل هذا الفيديو، غتيليشارجيوه وغتشرو فيه الباقه ديال اي دوله ديال اي دوله في العالم. الا كيدعم التليفون ديالكم الشريحه الالكترونيه ما كيدعمهاش تبقوا الطرق اللي قلت لكم. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم المشاهده، والى اللقاء نلتقي في حلقه من فيديو اخر ان شاء الله.